ويظهر بعد هذا وذاك وزير خارجية السعودية بتصريحات صبيانية يتطاول فيها على كل سوري وعربي شريف، يتطاول فيها على العروبة والإسلام. هذا الصعلوك لا يفقه من السياسة إلا علم البعير. وما شأنك أن تتولى تصريحات تعود علينا كسوريين بالتشرد والقتل والخراب والدمار، وأنتم يا آل سعود لا يحق لكم أن تتكلموا أبدا. أيديكم ملطخة في دماء الشعب اليمني. أنتم قتلة، أنتم مشركون، أنتم مجرمون، أنتم سفاكون للدماء منتهكون للأعراض. أحرقتم ليبيا الحبيبة، أحرقتم عراقنا الحبيب، قتلتم الوطن العربي. تمكرون في الجزائر، تمكرون في المغرب، تمكرون بأنفسكم أنتم. كل هذا وذاك من أجل أن تقضوا على هذا الشعب وتاريخه وحضارته. قتلتم العلم والعلماء، قتلتم العلم والفكر والمفكرين، أبدتم حضارتنا التاريخية في مدينة تدمر التي لا تزال تصدح بالكبرياء والشموخ الذي كانت عليه حضارتنا. أنتم آل سعود أرونا ما هي حضارتكم، أرونا آثاركم، أرونا تاريخكم. وبعد هذا وذاك تريدون أن تدخلوا السوريين في نفق طويل ومظلم تحت تغيير النظام وما شابه ذلك. مشكلتنا ليست في الداخل، مشكلتنا أنتم من مول، أنتم من قتل، أنتم من أرسل الإرهاب والإجرام إلى وطني، إلى دمشق قلب العروبة والإسلام. وتجد النظام الأردني يساند في الجنوب جبهة الشمال، يتآمر أيضا على الشعب السوري، والسوريون يغرقون في البحار، والسوريون يموتون تحت قذائف الصواريخ والهاون، والسوريون يعانون ما يعانون من الغلاء والتشرد والآلام التي أبكت القلوب وأبكت الأعين دما في ليلنا ونهارنا. فهل تدرك أيها السوري بعدما ترى ويجري في بلادك أن هذا العمل هو دمار لك وأنت المقصود أولا وآخرا؟ من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ نحن لا نخاف آل سعود أبدا، لا نخشى أردوغان أبدا، لا نخشى من الملك الأردني، من النظام الأردني أبدا، ولا من أقزامهم ولا من صعاليقهم. هذه أرضنا، هنا تاريخنا، هنا شعبنا، هنا عزنا، هنا نصرنا، هنا مجدنا. أما أنتم فألجموا أفواهكم قبل أن يلجمها الجيش العربي السوري.